تصريح خطير من نور الدين زكري المدرب الجزائري لنادي الشباب السعودي حول المواجهة المرتقبة للمنتخب الجزائري أمام نظيره الأردني في المونديال. انظر ماذا قال: إذا كنت محبا للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون وتريد أن تصلك أخبار بلد 1,500,000 شهيد، اشترك في القناة ليصلك كل جديد. ردود فعل متباينة أثارتها تصريحات نور الدين زكري المدرب الجزائري لنادي الشباب السعودي حول المواجهة المرتقبة للمنتخب الجزائري أمام نظيره الأردني في المونديال، وضرورة استدعاء لاعبه ياسين عدلي للمنتخب الجزائري بعد الاستغناء عنه في فرنسا، وذلك خلال مشاركته في بث مباشر على تطبيق تيك توك أثارت جدلا كبيرا في الأوساط الكروية الأردنية والجزائرية، واعتبرها البعض غير لائقة بالنشامة ومنتخبهم، وصيف بطل كأس آسيا ونائب بطل كأس العرب، الذي كان أول منتخب عربي يبلغ مونديال 2026. في حين اعتبر البعض الآخر مطالبته باستدعاء ياسين عدلي لصفوف الخضر تدخلا في شؤون مدرب المنتخب الجزائري، خاصة أن اللاعب المعني هو من اختار الألوان الفرنسية على الجزائرية في وقت سابق. نور الدين زكري قال: يجب أن نتوقف عن ممارسة الكرة في حال الخسارة أمام الأردن في كأس العالم، وهو التصريح الذي اعتبره الشارع الأردني احتقارا وقلة احترام لمنتخبهم، واعتبره الجزائريون غير لائق، يزيد من حدة الاحتقان، ويساهم في استفزاز منافس محترم يملك كل المقومات لمواجهة أي منتخب مهما كان وزنه، ولا يقبل أن يستهان به، مثلما لا يرضى الجزائريون بتصريح مماثل من أي طرف أرجنتيني يحتقر المنتخب الجزائري مثلا، حتى ولو كان حامل اللقب ويملك في صفوفه ليو ميسي. لذلك أجمع الكثير من الجزائريين على رفض ما صدر عن المدرب زكري. نور الدين زكري لم يتوقف عند هذا الحد، بل رافع عن أحقية لاعبه في نادي الشباب ياسين عدلي في التواجد ضمن قائمة المنتخب الجزائري المنتظر مشاركته في المونديال المقبل، معتبرا أنه أفضل من أغلبية لاعبي وسط الميدان المتواجدين في القائمة، رغم إقرار اللاعب بخطئه عندما اختار تمثيل منتخب فرنسا بحجة اللعب في المستوى العالي، ما عرضه لانتقادات جماهيرية واسعة وردود فعل غاضبة على احتقاره للألوان الجزائرية، قبل أن يعتذر في تصريح صحفي أخير ويعبر عن رغبته في اللعب للخضر، حتى لو كان ذلك بعد المونديال القادم، بعدما فقد حظوظه في الالتحاق بالمنتخب الفرنسي بسبب المنافسة الكبيرة التي دفعت مدرب منتخب فرنسا الاستغناء عنه منذ مدة. وأنت عزيزي المشاهد، ما رأيك في تصريحات المدرب الجزائري؟ شاركنا رأيك في التعليقات. دمتم سالمين.